علينا جميعا الابتعاد عن النعرات الطائفية أو القومية، لأن لا يمكن لفئة في العراق أن تعيش بدون الفئة الأخرى. هذا العراق منذ تأسس على جميع مكوناته الحالية، ولا يمكن لأي فئة أن تدار من قبل الخارج، أن تدعم من قبل الخارج، لأن هذا فيه نهاية هذه المكون أو هذا الفئة. الجانب الآخر جانب البرلمان العراقي والحكومة العراقية، وذلك بأن يعالجوا مشاكل العراق. الخطأ أن نتبع مثل هؤلاء السياسيين، لأن هذا يريد أن يبقى في منصبه إلى أطول حد، فنراه يوم يحول البوصلة إلى موضوع القومي ثم الطائفي ثم المذهبي ثم العشائري، وهكذا بإصدار قوانين تهم جميع العراقيين، منها موضوع الاجتثاث اللي تعاني منه أكثر المحافظات العراقية. لا يمكن أن نعاقب شخص على فكره، لا يمكن هذا، لا يمكن أن نعاقب عائلة بأكملها بمعاقبة رب العائلة كون هذا الشخص يحمل الفكر الفلاني. هذا استعداء لعائلة عراقية بحاجة إلى المصالحة الحقيقية السريعة، إصدار عفو عام وعدم ملاحقة عن الجميع من لم يرتكب جريمة، والجميع لم يرتكب جريمة. يمكن أشخاص معدودين على عدد أصابع اليد أو كلتا اليدين هم من متهمين. موضوع الاعتقالات والمعتقلين أيضا هذا يشجع إيران وإسرائيل، يشجع إيران إسرائيل وإيران على تقسيم العراق. كيف؟ عندما نرى 10,000 من أهالي محافظة معينة في المعتقلات بدون محاكمة، هؤلاء الناس اعتقلوا 90% منهم من المخبر السري. نحن مع معاقبة المجرمين حسب القانون والأدلة الثابتة، وليس حسب ادعاءات مخبر لم يرى ولم يسمع. أيضا الخدمات، توفير الخدمات الاجتماعية، الخدمات المادية بكل صنوفها إلى المواطن. المواطن بحاجة إلى خدمات ومتعطش إلى جميع الخدمات، وتوفير فرص عمل لهذا الشباب العاطل بإجراء تخطيط حقيقي وإعطاء الشباب دوره في بناء هذا البلد. موضوع الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، هؤلاء الناس هم انتخبوا من أبناء الشعب، فواجبهم خدمة هذا الشعب وليس خدمة مصالح فئوية أو عنصرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي سياسيينا أيضا اللي رفعوا شعارات معينة، الآن راح تسمعون بعد فترة راح يرفعون شعارات أخرى. الشعارات الأولى طبعا ما كملوها، الوعود الأولى ما كملوها، راح يتجهون إلى وعود أخرى فقط لتشويش على الناس وفقط لبقائهم في مناصبهم. شكرا لكم.